السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اخواني اخواتي، اكيد من بعد هاد الصورة اللي على اليمين غتعرفوا فين مدينة انا. اليوم انا في مدينة الصويرة. بغيت نشارك معكم هاد الاجواء ديال مدينة الصويرة اللي هي مدينة جميلة زوينة بزاف. الصناعة ديالها عندها الصناعة التقليدية كيف ما كتلاحظوا هنايا العرعار. الخدمة ديالها اكثر هي بالعرعار وخدمة زوينة. عندها الصناعة التقليدية كتيرة بزاف ومعروفة بالمهرجانات. هادو مجلال بالصوف كيف ما كتلاحظوا، يعني خدمة ديال الصوف باليد، ومعروفة بالنقرة بزاف كيف ما كتشوفوا، يعني النقرة عندها ثقافة قديمة وعندها تراث قديم بزاف، يعني شي حاجة قديمة بزاف. وحرفيين، والحرفيين عندها حرفيين والصنايعيين يعني فوق ما تتصور. لا بالنسبة للنقش على خشب العرعر او التحف ديال الطين او على الحديد على الثوب. ومشهورة بأكثرية بمهرجان قناوة، ومعروفة كذلك بزيت أرغان اللي هو معروفة به بزاف. هاد المدينة هذه عجبتني أنا حقيقة، واخا فيها الريح وباردة، كتكون باردة في واحد الوقت، ولكن عجبتني. كنمشي لها كنرتاح فيها حقيقة، يعني كنمشي ندوز فيها واحد العطلة، كتكون عطلة زوينة. غير هو خص البلدية ديالها المسؤولين ديالها ينوضوا يدوروا بها شويش، لأن كاين مناطق مهمشة بزاف. كما كتلاحظوا الاعتماد على الأشكال والديكورات ديال العرعار اللي كتخدم باليد كتكون شي حاجة يعني زوينة في الزينة. هذا بالنسبة لهاد الصناعة هذه. كيف ما كتلاحظوا يعني المتاجر اللي هنايا كيعتمدوا في البيع ديالهم على المسائل ديال الحرف الصناعة التقليدية، منها النقرة، منها الجلد كيف ما كتلاحظوا، يعني شي حاجة بالجلد حر. الصناعة ديال الصنادل، يعني أي حاجة كتتعلق بالجلد. المسائل ديال العرعار، النقرة. هاد الشيء هذا ديال التحف. هنا النقود، يعني هاد الفلوس، هاد النقود هادو، يعني جميع انواع النقود كاينه في ديك البازار. والنقره بزاف، اكثر النقره وهاد الجلالب هادو هما د الصوف. زيت ارغان، املو. هاد التحف هادو هما اللي يعني كلشي كيشريهم عليه عندهم. والصناعه باليد هذه ماشي بالماكن ولا بالالات ولا شي حاجه، هذه كتعدل كلها باليد. يعني عايجي شي عام ان شاء الله يا ربي نمشي لتما وغادي نصور لكم الطريقه اللي كيتخدم بها هادشي ديال العرعار. انا بيدي عجبتني الطريقه اللي كيخدم بها واحد السيد، كنت باغي نصورها وما كتبش. هاد الشارع هذا ديال المدينه القديمه اللي كيهبط للسقاله، اللي كاين المدافع والقطارات. شي حاجه زوينه حقيقه. هنا في سقاله، هذا البرج ديال سقاله كيف ما كتلاحظوا. هذا هو البرج ديال سقاله، فين كاين المدافع. منطقه روعه، يعني ما كاينش شي واحد كيجي الصويره وما يجيش لهنا. كاينه جوج ديال المناطق في سقاله اللي فيهم المدافع، كاين واحد في المرصاد وواحد وسط المدينه القديمه. البحر ديالها هذا من مور سقاله، يعني منظر كيكون زوين بخصوص في الغروب، يكون واحد المنظر زوين بزاف. هاد المنطقه اللي واقف فيها انا كيكونوا فيها المدافع، كيجيو الناس يتصوروا ويتجمعوا هنايا.
يعني المدافع كلشي كيصور فيهم، مدافع قدام كل واحد والتاريخ ديالو. هنا واحد البويبه كتنزل منها، يعني هذا كان مدخل في ديك الوقت العسكر اللي كينزلوا منه باش كينزلوا للجهه الثانيه. كتدخل من هنايا كتنزل من الجهه اللي من هنا، يعني بحال دخل شي نفق. غير هاد الديكور هذا عجبني بزاف حقيقه. وكاين بلايص اخرين فيهم بحال هكذا، ولكن كانت كيجلسوا فيه العسكر، يعني ملي كيكون شي حرب ولا شي حاجه. هنا هذه هي البلاصه ديال المدافع اللي مشهوره في المغرب كامل، يعني ما كاينش شي مدينه في هذا الكم الهائل ديال المدافع او هاد الجدار هذا اللي كتشوفوه بحال الشكل هذا. هو كاين بحال دابا هنا في طنجة عندنا المدافع في واحد المنطقه، ولكن ماشي بحال هكذا، بحال النسبه قليله، ولكن هذه راه بزاف، يعني فوق ما تتصور.